تعرف ليه الفيل لازم يستحمى كل يوم يا اما يموت؟ طبعا كلنا عارفين ان الفيل من اضخم الكائنات على وجه الارض، وجسمه العملاق ده محتاج عناية خاصة جدا. يمكن تتفاجئ لما تعرف ان الفيل لازم يستحمى كل يوم تقريبا، لان جسم الفيل بيحتفظ بحرارة عالية جدا ومفيش عنده غدد عرقية زي البشر، علشان كده الاستحمام بالنسبة له مش رفاهية، لكن دي وسيلة للبقاء على قيد الحياة، لان المية بتساعد جسمه يبرد بسرعة ويتخلص من حرارة الشمس. وبعد ما بيطلع من المية بيغطي جسمه بالطين باستخدام خرطومه. الطبقة الطينية دي بتقوم بدور واقي شمس طبيعي عشان تحمي جلده من أشعة الشمس القوية، وكمان بتمنع الحشرات والبعوض من لدغه، بدل ما الفيل يفضل يفرك في جسمه في الشجر والصخور عشان يشيل أي طفيليات موجودة عليه. ورغم إن جلده سميك جدا لكن حساس للجفاف والتشققات، عشان كده الحمام اليومي بيساعده في ترطيب جلده ويحافظ على مرونته. الفيل ممكن يقعد في المية بالساعات لو الجو حر جدا، والعلماء لاحظوا إن الفيلة اللي بتستحمى بانتظام بتكون هي الأكثر نشاط وهدوء. ببساطة الاستحمام بالنسبة للفيل سر قوته وصحته وبقائه على قيد الحياة. عشان كده لما تشوف فيل بيستحمى اعرف انه مش بيتدلع لكن بيقاتل علشان يعيش. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.